يا مرحبا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. اليوم الروتين هذا نزلته قبل رمضان بيوم، ان شاء الله يعجبكم بنات وبنات. اكو فد معلومة طبعا. بعض المتابعات نصحني انه ما راح اترك القناة، فاخذت بنصيحتهم وان شاء الله ان شاء الله ابقى استمر. فاكو بيهم قالوا لا تباوعي للمشاهدات ولا لللايكات، عليش تستمرين وتجيك مشاهدات هو صحيح كل من ورزقه، بس إن شاء الله إن شاء الله أنا راح أستمر بها القناة، وأصور وأتعب وأمنتج في سبيل أن نكون عائلة وحدة. طبعا وأتشرف بكم وأتشرف بالكل وأتشرف بكل المتابعات الجدد طبعا، وما أنسى فضلكم وفضل. تقريبا راح أوصل إن شاء الله تقريبا قليل وأوصل 8000 مشترك. فشكرا لكم بنات وشكرا كل من اشترك بقناتي. فإن شاء الله إن شاء الله هذا الروتين طبعا صورته يوم الثلاثاء قبل رمضان. إن شاء الله، واليوم قبل رمضان بيوم يوم الأربعاء راح أنزله لكم إن شاء الله. فمثل ما تشوفون تقريبا ب12 الظهر عجنت عجين وصارت الساعة ب3. بديت يعني مثل ما تشوفون نشنق العجين أو يعني شو تسمونه أنتم، تشنيق أو بعضهم يسمونه قص. قصيت العجين أو شنقته. فراح أبدي وياكم الخبز. طبعا أكيد روتينات الخبز أكو هواي نزلت عنها، روتين العجن والخبز والطريقة، وأكيد الكل تعرف تخبز. فهذا تحفيز وروتين طبعا تحفيز لكم بنات. فهاي مثل ما تشوفون بديت بالخبز. فأكيد أكيد إن شاء الله أنا راح أبدي يعني أبذل كل ما بجهدي في سبيل أنزل لكم روتينات. أبذل كل ما عندي في سبيل صحيح أصور وأتعب، راح إن شاء الله أستمر وياكم وبفضل نصائح بعض المتابعات. فإن شاء الله إن شاء الله أنزل كل اللي تحبوه أنتم. وطبعا أكو بنات طلبوا من عندي روتينات جولة بيتي كامل. أكو روتينات سابقة نزلتها جولة، إذا تقدرون ترجعوا لها. روتين كامل بالبيت، جولة كاملة. لأن حاليا ما راح أنزل، أخذ لي فترة وأنزل لأن شوية رمضان قرب وتعرفون أشغال كلش هواي صارت، وبوقتها صار تنظيف، وأكو يقولون شنو التنظيف مثل بس قبل رمضان وبس قبل العيد أو لا، بالعكس هو يومية تنظيف. كل بيت يومية تنظيف، بس تكون تنظيفات بسيطة. بس التنظيفات العميقة أكيد قبل رمضان تنظفين تنظيف عميق. يعني في سبيل نستعد شهر رمضان المبارك. أكيد كل مناسبة مثل قبل العيد تنظفين تنظيف عميق للبيت في سبيل شنو تستعدين للأعياد. يعني هاي أكيد كل واحد، ماكو واحد يبقى بدون تنظيف. والله شنو أني أنظف بيتي يوميا أو أنا لا، بالعكس أكو فد حملات يعني عميقة تسوينها في سبيل تستقبلين مثل فد مناسبة معينة. هاي مثل ما تشوفون قدامكم روتيناتي تنظيف البيت كامل كلش كملته. فأنا عندي روتين بعدني ما مكملته، شنو المطبخ، روتين للمطبخ طبعا كامل. جولة بالمطبخ والكاونتر وتنظيفه والعلب مالت البهارات ومال البقوليات كلها راح أسويها إن شاء الله وأنزلها لكم بأقرب وقت. حتى لو أنزلها لكم بأول رمضان بثاني رمضان. ليش؟ لأن يتأخر شوية مونتاجها. فعندي شغل بالبيت ويعني ويا دوب ألحق. فمثل ما تشوفون كملت الخبز هاي قدامكم، وغسلت الملابس. وهاي أنا وفضولي صعدنا نشرهن بالشمس. طبعا الأجواء اليوم كلش حلوة، شمس قوية. أمس كانت مطر بالنجف، واليوم الأجواء الشمس كلش قوية صادفت يوم الأربعاء. فهاي مثل ما تشوفون ساعدني فضولي بشر الملابس، وشرينا الملابس وكملنا. من بعدها راح طبعا ناخذ فد نروح لنا زيارة أو صلاة المغرب قبل رمضان. راح نزور ونصلي صلاة المغرب وين بالمسجد. فهاي عصر كلش العصر قبل لا أروح للمسجد جابنا أبو فضل هذا الآيس كريم. وبعد ما خلصنا اتجهنا إلى المسجد السهلة. مسجد السهلة طبعا قريب علينا، فأكيد إحنا صلاتنا المغرب حتى لو برمضان إن شاء الله راح تكون صلاتنا بيه. أنا أكيد راح أشارككم كل الأجواء. فصلاة بالمسجد صلاة يعني تعرفون أنتم الخطوات اللي رجل كل إنسان تاخذ خطواته أو رجلي للمسجد راح تكون فضل كلش عظيم عند رب العالمين. فصليت بالمسجد وطبعا دعيت لكم وما نسيت الدعاء لكل من طلب مني الدعاء.
أكيد، وزرت بالنيابة عنكم وبالنيابة عن كل متابع، ل8000 متابع بقناتي. حتى لو إن إنسان مثل يعني مثل ما تعرفون الإنسان أكو يحبك وما يحبك، فكل المتابعين الموجودين بقناتي أكيد دعيت لهم إن شاء الله بالصحة والسلامة، وأن يجعل رمضان عليهم مبارك. وإن شاء الله اللهم اجعله رمضانا مباركا لا فاقدين ولا مفقودين. فإن شاء الله هسه بعد ما كملنا وزرنا الزيارة أو وصلينا الصلاة بالمسجد، أكيد دعيت لكم الجميع لاستعداد شهر رمضان المبارك. ولهنا بنات أتمنى عجبكم هذا الروتين. شكرا لكم بنات، وشكرا للمتابعة، وشكرا لتحفيزكم، ومع ألف ألف سلامة.